إذا كنت تعتقد أنك مصاب بمرض الكبد الدهني فأنت مو بوحدك. تشير الدراسات الحديثة إلى أنه 1 من كل 3 منا مصاب بمرض الكبد الدهني. فليش الأمر مقلق كلش؟ مرض الكبد الدهني دا ينتشر وهو أحد الأسباب الرئيسية لإصابة الناس بالندوب في الكبد، وهي حالة تعرف بالتكلس. هذا النوع من الندوب هو السبب الأكثر شيوعًا لاحتياج الناس إلى عملية زرع الكبد. إذا كنت جديد على القناة، اسمي ليندا، ممارسة جراحة عامة، وشفت عدة حالات مصابين بالكبد الدهني. والجزء الصعب هو مو بسهولة تعرف إيش وقت تكون مصاب بالكبد الدهني، وبهذا الفيديو راح أتعمق بالعلامات والأعراض المهمة اللي لازم تنتبه لها. بسطتها حتى تعرف بالضبط ما هي العلامات المبكرة وليش تحدث، وبعض الأعراض اللي تنطينا إشارة حمراء لمرض الكبد الدهني بالمرحلة المتأخرة، واللي تنبهك إذا كنت مصاب فاحتمال تحتاج إلى مراجعة طبيب مختص بأسرع وقت. خلونا نعرف ما هو الكبد الدهني قبل ما ننتقل إلى طريقة اكتشاف الإصابة. عندما يزيد وزن الإنسان تكون هناك دهون إضافية تتراكم حول الأعضاء، وبهيجي حالة أكو 4 مراحل راح نشرحها بسرعة. المرحلة الأولى هي الكبد الدهني البسيط أو المبكر، عادة ما يكون سببه تراكم الدهون بخلايا الكبد، ويتم تشخيصه بتحليل اسمه liver function test، يعني فحص وظائف الكبد. أما المرحلة الثانية من التهاب الكبد الدهني الغير كحولي يكون فيها الكبد أكثر التهابًا. أما المرحلة الثالثة يصير تليف، فيصير بالكبد التهاب مستمر مع تندب الكبد والأوعية الدموية القريبة، ولكن الكبد يقدر يقوم بوظائفه بشكل طبيعي. أما المرحلة الأخيرة تحدث بعد سنوات، ويكون التليف أكثر شدة والالتهابات أكثر شدة، ويبدأ الكبد بالانكماش ويكون متندب ومتكتل، وممكن أن يؤدي إلى فشل الكبد، فيتوقف الكبد عن العمل بشكل صحيح، وتزيد خطورة الإصابة بسرطان الكبد. فكل ما كان اكتشاف الإصابة مبكر كل ما كان أفضل حتى نوقف تقدمه للمراحل الخطرة. والمعروف إنه الكبد الدهني يصعب اكتشافه قبل أن يبدأ بإتلاف الكبد، لذلك من المهم إنه تنتبهون على العلامات والأعراض المبكرة. الطريقة الأولى للكشف عنه كأطباء من خلال فحص الدم، فدائما سووا فحوصات عامة كل فترة، لأنه ممكن تسوي تحليل وتطلع وظائف الكبد غير طبيعية وتكون مرتفعة. دائما كل فترة سووا liver function test، وهذا يشمل ال ALT وال AST، هاي أنزيمات الكبد. والسبب بارتفاعها إنه الدهون المحيطة بالكبد تبلش تأثر على عمل الكبد. فالأشخاص اللي دائما عندهم تحليل وظائف الكبد مرتفع لازم يسوون سونار، لأنه ممكن تبين بيه صورة الكبد إذا أكو تندب أو دهون حول الكبد. أما الأعراض اللي ممكن تظهر على المريض المصاب بالكبد الدهني هي التعب والضعف والشعور بالتعب طول الوقت، لأن الكبد هو اللي ينظم عمل الجسم وينطي الطاقة للجسم. فالدهون حول الكبد تأثر على كفاءة الكبد وعلى قدرته على القيام بوظائفه. وهواية أشخاص يجون يشتكون من ألم بالجزء الأيمن العلوي من البطن أسفل القفص الصدري مع الشعور بعدم الراحة والامتلاء، فهذولي لازم يسوون تحليل وظائف الكبد مع السونار، لأنه وجود الدهون حول الكبد تسبب تضخم الكبد، فيبدأ يسبب ألم لأنه يضغط على الهياكل الأخرى، يعني الأعضاء القريبة من عنده. وإذا كان الكبد كبير بالحجم ممكن نلاحظ الحافة من نفحص البطن. بس لازم تعرفون مو كل من عنده كبد دهني يعاني من ألم أو تضخم بالكبد وعدم الراحة بالبطن. اكو أسباب أخرى ممكن تسبب هاي الأعراض وبنفس المنطقة، مثل حصوات المرارة. لهذا السبب لازم تراجع الطبيب حتى يشخص الحالة. وأيضا فقدان الوزن بدون سبب واضح هو علامة مقلقة. ممكن تسأل ليش أفقد الوزن إذا أني مصاب بالكبد الدهني، بينما مرض الكبد الدهني هو أصلا مرتبط بزيادة الوزن. فالسبب إنه كل ما تقدم المرض وتقدمت المراحل الإصابة بالكبد الدهني يعاني بعض المصابين من فقدان الوزن، وقد يكون هذا بسبب العملية الالتهابية اللي تحدث بالكبد، لأنه هاي الجزيئات الالتهابية حتدور بمجرى الدم، وبعض الأحيان ما تقدر
تكسر السموم تمامًا، وبالتالي راح تتراكم جزيئات السموم الالتهابية اللي قد تسبب أحيانًا غثيان وتقل شهيتك للطعام، بالإضافة إلى إنه الكبد يعمل بجهد أكبر ويحاول التعامل مع هذا الضغط والإجهاد الإضافي، وهذا يزيد من استهلاك الكبد للطاقة أثناء الراحة، لذا فإن مقدار الطاقة اللي يستهلكها تكون عالية، وهذا الشي يؤدي إلى المزيد من الحرق للسعرات الحرارية أثناء الراحة، وهذين الشغلتين يسببن فقدان الوزن عند بعض الأشخاص. عمومًا فقدان الوزن بدون سبب عند أي مريض تحتاج فحوصات لأنه إشارة خطرة، لأنه إلها هواية أسباب، وأيضًا أكو أعراض تظهر على الجلد أثناء الإصابة بالكبد الدهني مثل حكة الجلد بدون طفح جلدي واضح. إذا لاحظت هالشي شيك وظائف الكبد، لأنه بعض المصابين بأمراض الكبد يعانون من حكة بدون سبب، وهالشي يرجع لعدة عوامل، منها تراكم أملاح الصفراء. أملاح الصفراء هي بالأصل وظيفتها تساعد بعملية هضم الدهون، فإذا تراكمت هاي الأملاح تسبب تهيج بالكبد، وبما إنه الكبد يفتت السموم فإذا التهب ما يقدر يقوم بوظيفته، فتكون قدرته على تصفية السموم قليلة، فهالشي راح يخلي هاي السموم تسبح بمجرى الدم، وهالشي يسبب تهيج أجزاء من الجسم مثل البشرة. وقد يلاحظ بعض الأشخاص تراكم السوائل في أرجلهم أو القدمين فيكون ما يسمى بالوذمة الأودمة. أما إذا كان تراكم السوائل بالبطن اللي إحنا نسميه ascites، هذا ممكن يسبب أمراض القلب وقصور القلب ومشاكل بالكلى، وأيضًا ممكن نلاحظه بأمراض الكبد في المراحل المتقدمة. فليش يحدث هذا الشي؟ يصاب الشخص في المرحلة المتقدمة من مرض الكبد بارتفاع بضغط الدم في الأوعية الدموية المؤدية إلى الكبد، فيدفع السوائل خارج الجدران فتتراكم بالبطن، وهالشي نسميه ascites. أما الآلية الثانية هي بروتين الألبومين، هو بروتين مهم في مجرى الدم يتم تصنيعه بالكبد، فإذا كان الكبد لا يعمل بشكل صحيح راح نحصل على ألبومين أقل، وهالشي حيخلي السوائل تنتشر بسهولة عند الأوعية الدموية ويبدأ يدخل إلى الساقين أو القدمين. ومن العلامات الأخرى هي اليرقان أبو صفار، تصير العيون صفراء أو البشرة لونها أصفر، وهذا بسبب البيليروبين. عندما تتحلل الأوعية الدموية القديمة يبقى البيليروبين، فإذا الكبد سليم راح يعالج الموضوع. أما إذا الكبد تالف وغير قادر على ذلك راح يتراكم البيليروبين بالجسم فيصاب الشخص باليرقان أو ما نسميه إحنا بالعامية أبو صفار. وأيضًا إذا قلت الرغبة الجنسية لدى الشخص ممكن يكون هذا مرتبط بأمراض الكبد، لأن الكبد يعالج الكثير من هرموناتنا، فالإصابة بالكبد الدهني يأثر على الرغبة الجنسية. وأيضًا الكبد يلعب دور رئيسي في إنتاج عوامل التخثر لدينا ويساعد دمنا على التخثر بشكل صحيح. فنلاحظ الأشخاص المصابين بأمراض الكبد يعانون من وجود كدمات على الجلد بدون سبب، أو عندما يصير عندهم نزيف يبقى فترة أطول، وهالشي غير طبيعي. وأيضًا من العلامات الأخرى إذا لاحظت لون الإدرار أغمق هذا ممكن يشير إلى تراكم البيليروبين بالجسم واصفرار الجلد، فيتم إخراجه من الجسم عن طريق الإدرار، لهذا السبب يكون لون الإدرار أغمق وممكن يكون رغوي. وأيضًا من العلامات الأخرى هي لون الخروج يكون أفتح، لأن لون الخروج الطبيعي هو بني بسبب أملاح فيوس، فإذا الشخص مصاب بمرض في الكبد يكون البراز فاتح وزيتي أو دهني قليلًا، وذلك لعدم القدرة على هضم الدهون بشكل كامل، فيتم خروج تلك الدهون عن طريق البراز. وأيضًا إذا كان البراز لونه أسود هذا أيضًا علامة خطرة نسميها الملينة، هذا معناه أكو نزيف في الجهاز الهضمي العلوي، واحذروا جدًا من هاي العلامات، إذا لاحظتوها روحوا للمستشفى على طول. وأيضًا الأشخاص المصابين بأمراض الكبد يصير عندهم احتقان بالأوعية الدموية، فممكن يصير عندهم دوالي بالمريء، وممكن تنزف من تلقاء نفسها إذا انفجرت هاي الدوالي، فإن الدم راح يمر عبر الجهاز الهضمي ويتم هضمه ويصبح اللون داكن أو أسود، وممكن يخرج عن طريق التقيؤ يكون لونه دموي. وهاي العلامة إذا لاحظتوها ضروري تراجعون أقرب مستشفى. وأيضًا ممكن تلاحظون تغيرات على الأظافر إذا عندكم أمراض بالكبد.
الأظافر الطبيعية تكون وردية، أما أظافر المرضى المصابين بأمراض الكبد تكون صلبة وسميكة، وأيضًا تكون شكلها غير طبيعي، بالإضافة إلى أن تكون بيضاء أو شاحبة، وغيرها من الأعراض الأخرى اللي تظهر على الأظافر. وهاي الأعراض اللي ذكرتها إذا لاحظتوها راجعوا أقرب مستشفى ضروري، لأنه خطرة، وأكو أشخاص ما تظهر عليهم أعراض ولكن من يسوون فحوصات تلاحظون ارتفاع بوظائف الكبد، فانتبهوا لأن اكتشافه مبكرًا يساعد على الاستشفاء بشكل أسرع. أتمنى تكونون استفاديتوا من هاي المعلومات اللي ذكرتها وتنتبهون لنفسكم ولصحتكم. شكرًا لاستماعكم، أشوفكم بالفيديوهات القادمة.